يا صباح الفل والخير والياسمين والتفاؤل على عيونكم. صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجه كده عاوزين نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. انا غاده، من قناه غاده توفيق. لو انت لسه اول مره تشوفيني اشتركي في القناه وفعلي شعار الجرس عشان يوصلك كل جديد. ونتكلم بقى في موضوع الفيديو بتاعنا النهارده. موضوع الفيديو النهارده عن ازاي من مصروف 1000 جنيه احوش واجيب دهب وادخل جمعيات واعمل ثروة. ازاي؟ ندخل في الموضوع على طول. الرغبة، انت لازم يبقى عندك رغبة في ان انت تحوشي، في ان انت آه عايزة تجيبي دهب. طيب ازاي يبقى عندي رغبة؟ ازاي؟ لازم تفكري بطريقة ايجابية، لازم تعرفي تفكري في المستقبل. انا لو مبقاش عندي رغبة انا مش هعرف. مثلا انا نفسي اجيب شقة جديدة، انا لو انا نفسي مثلا البس حاجة دهب، انا نفسي مثلا اجيب آه بيت جديد. كل واحدة فينا وليها حاجة هي نفسها فيها، سواء تعملها في المستقبل، سواء تعملها لنفسها، سواء تعملها لأولادها، سواء تعملها أيا كان. مستحيل ما يبقاش ليه حد فينا ليه حاجة عاوز يعملها ومش عارف يعملها. فلازم تحط الأهداف بتاعتك قدامك عشان رغبتك في إن انت تحوشي وإن انت تشيلي جزء من مصروفك تبقى هي اللي هتزقك لكده، هي اللي هتخليكي تحققي أهدافك. طيب انتي برضو ما قلتلناش ازاي نحوش او نجيب دهب من مصروف 1000 جنيه. بصي، اول حاجة كده انا زوجي بيديني مثلا 1000 جنيه. 1000 جنيه. طيب هو ال1000 جنيه دلوقتي هيعمل ايه في الزمن ده؟ انا معاكم، صح عندك حق، بس انت لو فضلتي تقولي كده مش هتعملي حاجة. انتي ماشية في طريقك، شئتي ام ابيتي فانتي بتاخدي نفس المصروف. هتعملي ايه؟ هتفضلي تقولي ده هو المصروف على القد؟ لا، مش هينفع، ولا هتيجي ولا هتروحي ولا تقدمي خطوة لقدام. طب هنعمل ايه برضو؟ انت مثلا، انا زوجي مثلا بيديني 1000 جنيه، انا هاجي اول كل شهر بعد ما اطلع، يعني مثلا هتطلعي زكاة. ولازم يا جماعة الزكاة حتى لو بأقل حاجة، على قد ما قدرتك، على قد ما انت تقدري تطلعي لازم تطلعي، عشان هي دي اللي هتزيدك بأمر الله تعالى. هتطلعي مثلا حق حق أنبوبة، هتطلعي مثلا حق أنبوبة 100 جنيه، هتطلعي مثلا حق باقة نت 200 جنيه، هتطلعي مصروفك، هتطلعي. المهم ان انت وانت بتعملي التقسيمة دي تطلعي جزء 100 جنيه اكنك مش شايفاهم. هتوديها فين؟ هتوديها تحت بند الادخار. الادخار ده هو البند اللي هيخليكي تحققي كل اللي انت نفسك فيه. من 100 جنيه، من 100 جنيه. لو انت بتاخدي 1000 جنيه في الشهر، احسبي 100 جنيه في 12 شهر، في آخر السنة هيبقى معاكي 1200 جنيه. طيب لو بتاخدي 2000 هيبقى معاكي آخر السنة 2400. طب لو معاكي 3000 هيبقى معاكي آخر السنة 3600. لو انت ما شلتيش ال100 جنيه ديت كل شهر، هتيجي آخر السنة مش هيبقى معاكي ولا مليون. طب وبعدين برضو احنا كده برضو ما حققناش. يعني هو انا حتى لو شلت 300 جنيه واخر السنه بقى معايا 3600 جنيه، طب ما 3600 جنيه ديت يا جدع مش هتعملي ولا هتشتري لي دهب دلوقتي. لا، تعمل حاجه بدل ما يبقاش ما معاكيش حاجه خالص. بصوا بقى، نقطه ان انت توصلي بسرعه مش توصلي بسرعه، بس احسن من مفيش. احسن من ان انت تلاقي نفسك اخر الشهر ما معكيش ولا مليم، ان انت حتى حاطه تحت بند الادخار. عشان كده اول حاجه قلتها لكم لازم يبقى عندك رغبه، عشان الموضوع هيطول منك، هيطول. طيب هل انت هتعتمدي على ال100 جنيه اللي انت بتشيلها؟ مثلا جالك زوجك جاله مثلا علاوات، زوجك جاله مكافآت،
اخدتي مثلا عيديات، هتقدري انت لو انت حتى في دماغك الهدف ده هتقدري تعملي وتنفذي. هتيجي مثلا بعد سنتين مثلا هيبقى معاكي مبلغ هتعملي بيه، ولا ما تسيبوش متجمد بقى كده. ساعتها هقدر اقول لك لا انزلي اشتري بيه حاجه. والحاجه دي تشتريها، تشتري ايه؟ تشتري ذهب. ما تشتريش حاجه مستهلكه. ما تشتريش الحاجه بتاع القيمه الماليه بتاعتها بتقل عشان تستفادي بيها. ودي كانت اول خطوه في موضوعنا، وهي الادخار. في خطوات تانية او تعتبر ان هي دي اول عتبة في السلم بتاع ان انت تعملي ثروة كبيرة. ومفيش انسان بقى غني الا لما كان الاول فقير. خلي رغبتك قوية جدا. كل شوية هقولك لازم يبقى عندكم رغبة يا جماعة قوية عشان تقدروا تواظبوا وتوصلوا للنقطة اللي انتوا نفسكم فيها. رغبتك هتبقى قوية، هتوصلي هتطلعي السلم كله، واللي هي أول العتبة بتاعته اللي هي الادخار. وهكلمكم في بقية الخطوات، بس دي فعلا خطوة، دي أهم خطوة بالنسبة لك لازم تعمليها. عايزة يبقى عندك رغبة قوية جدا إنك توصلي. اوعي تفكري في قيمة المبلغ اللي انت هتشيليه. أمثلة كتير، بس بتدل على إن انت لو انت استهترتي بحاجة بسيطة، لا ما تستهتريش بيها. تحطي 100 على 100 والجنيه على الجنيه والقرش على القرش، وتحطي 200 على 200 و400 على 400. هتعملي حاجة كبيرة أحسن من مفيش. بس يا رب كنت خفيفة على قلبكم. اللي وصلتي معايا لحد هنا، عايزاك تحطي لايك حلو وتشترك في القناة وتفعلي شعار الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.